بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونيفرسال 5 شعلة. ده يونيفرسال قديم، يعني ده يونيفرسال للأسف مفيش منه دلوقتي. فاللي عنده بوتاجاز زي دوت يحافظ عليه على قد ما يقدر، ويتجدد من أول وجديد، ما يترماش مهما كان فيه. اهو ده كان مركون ودخل فيه طبعا حاجات من جوه أكلت الصوف كله. اهو كل ده هيتغير طبعا. الشاسيه دوت هيتنضف وهيدهن وهتشوفوه في الاخر. بس احنا الاول هنعمله هنشوف بس اللي محتاجه. دي ماسورة الفرن دي جامدة، بس الصاجة اللي انا شلتها بس اللي ايه، لكن والارضية اللي تحت برضو جامدة، نحط لها حتة صاجة. السقف هو اللي متاكل، السقف هو مخرم وفي حتت دايبة ياما. أهي، فاحنا هنعمل له سقف بدل ما نحط الرقعه والشوايه تقع تاني، لا، هنعمل له سقف نحيه من جديد يعني. طبعا هنديله الاول نظافة الاول، هنغسله الاول وهتشوفوه طبعا بعد الغسيل السواد اللي فيه ده كله هيطلع. ده اليونيفرسال قديم، بتلاقي الفرنشة بتاعته كده وليها زي صوبع كده اهوت بينزل جوه الوش، غير نظام الغرف او الكوبايات. هو كويس برضو على الغرف والكوبايات، بس بنعمل له تعديل، بنرجعه زي ده كده. ادي الباب اهوت. طبعا انا كنت خالع الباب، قلت اصوره لكم برضو تشوفوا اللي عليه. طبعا دهون متراكمة من زمان. اهو اول مسمار وادي التاني وادي التالت، دول ماسكين الشاسيه بتاع العيون. ونحل المسامير دي الصواميل دي كده، والشاسيه يطلع معانا. ده بتاع الفرن اللي فيه الحساس اللي هو الرفيع دوت اللي مسكته ده. ده بتاع الفرن اللي جنبه بتاع الشواية بتاع النار اللي فوق. ادي خلعت حليت الصواميل، بيطلع معايا الشاسيه على طول بالاتنين عيون. اللي في النص دي فيها عين واحدة كبيرة خالص، والجنب اللي على اليمين بنحل الصامولتين، وبيطلع الشاسيه كله. واحنا هنحل الصامولة دي وماسورة الفرن برضه. طبعا المفاتيح دي محدش بيشيلها، جامدة جدا. وعشان اطلعها بدق عليها من ورا كده، من ايوه من ورا عشان بزقها لبره. طبعا لو تعفيت عليها هتتكسر، فدي مفاتيح اصل يعني هتنضف وتركب تاني كويس. فبوتاجاز فيه شوية صيانة جامدين، لكن بوتاجاز ده 10/10 كويس مش وحش. يعني اللي عنده واحد زي دوت قديم ميقولش اروح اجيب جديد، لا، الجديد مفيش منه ابدا. ده مفيش منه. اهو في ناس بتخاف تشيل المفاتيح ديت وتنضفها، لا عادي ما تتشال، وهو جديد تشال وتنضف وتركب تاني، مش هتركب غلط. الا كريازي، المفاتيح كلها معظمها بتتشال الا كريازي. كريازي لازم صنايعي يشيل المفتاح. اديني حليت الماسورتين اهو، الفرن والشواية، وفي مسمارين ماسكين المجموعة والبطارية او الماسورة، واحد اهو وواحد الناحية التانية اهو. ده طبعا مكسور عشان عملوه بسكينة كسروه. ده التحذير، يا ريت يا ريت اي محبس يتقل او مفتاح يتكسر محدش يشتغل بايه، بسكينة يفتحه يكسره، غلط. ادي بعد الغسيل اهوت. طبعا اللي عايز يقول انت بتغسله فيه، هم مفكرين ان انا حطيته في ميه نار وطلعته بقى كده، لا والله. انا بغسله ببريل كده بسلك مواعين، ومعايا سكينة معجون بنحك الحتت اللي هي الدهون المتراكمة ديت. تمام. هي بس الفكرة في الحتة المحروقة اللي هي العين اللي على اليمين قدام.
دي طبعا كانت محروقة جامد، اللي هشاور عليها دي كانت محروقة جامد طبعا. دي مهما عملت بسلك مواعين وبخل وجبت كربونات وبتاع مش هتطلع. هي لها طريقة واحدة بس انا بطلعها، واللي عايز يعرف تطلع ازاي يكتب لي على الواتس وانا هبعت له لينك فيديو كامل على تلميع سطح البوتاجاز. سهل جدا ومش مكلف ولا متعب، والله هتتفاجئوا، يعني حاجة بسيطة جدا. هبتدي بقى ايه اللي انا هنبني بقى ايه البوتاجاز. اديني حليت هحل المسمارين دولت عشان المجموعة تطلع فوق. في مسمارين برضو من ورا بس هو كان محلول قبل كده فمش مربوطين يعني. فانا هحل المسمارين دولت وازق المجموعة لجوه كده اهوت تطلع معايا. هاي طلعت معايا عشان البوتاجاز يعني، فلازم اشيك على كل حاجة وانا حله بالمرة. طب انا عامل لكل البوتاجاز ده غاز طبيعي، فانا عامل زي ماسورة كده، صامولة كبيرة بتاعت غاز طبيعي تركب على خرطوم الانبوبة اهو. اهو اهو شايفين انتم، ممكن الضوء مش باين، انا هطفي الكشاف وتشوفوا برضو. انا عندي محبسين، في محبسين كده ايه مولعين بيسربوا. ده السبب اللي انا بقول لازم الانبوبة تتقفل قبل ايه، قبل النوم. لازم وانت بتقفل باب الشقة تقفل الغاز تقفل الانبوبة، لازم. ده الامانة. اهو ده بيسرب طول الليل طبعا محدش اخد باله، لان الماسورة ديت والمحبس بينهم كاوتش، الكاوتشة دي بتنشف مع مرور الوقت محدش اخد باله ولا حاسس. وفي كوارث بتحصل بسبب حاجة زي كده، وحلها بسيط جدا. أمن بيتك واقفل غازك. محدش بيبقى نايم وفاتح الحنفية مفتوح لازم بيقفل. ده نفس القصة. محدش بيبات باب الشقة مفتوح اهو. اديني غيرت الكاوتش اهو، حط كاوتشة تانية اهي. الكاوتشة بتبقى جديدة بتبقى طرية بتمنع الغاز على طول. واللي انا حطيتها دي برضو مع مرور الوقت ممكن تنشف مع سخونية الفرن طبعا. لما بتطلع فوق هتنشف. انا بوريكم بس الغاز وصل ولا لا اهو. هبتدي بقى ايه اشيك على ايه، على المحابس والجونات اللي انا ايه حليتها عملتها. انا عملت كذا واحد بس انا برضو ايه بقول لكم الفكرة بتتعمل ازاي. هو واحد بس انا وريته لكم، انا عملت بتاع حوالي 3. واللي عايز يجرب يجرب بريل كده في سفنجة، سفنجة يخليها فيها رغاوي جامدة هتبان معاه اكتر برضو. انا راجل صنايعي بولع بالكبريت عادي مفيش مشكلة خالص. لو حصل اي حاجة انا اعرف اتصرف. ادي ربطت مسمارين تاني. هناخد بقى ايه المقاس بتاع السقف. من جوه لبره، من جوه لبره 45، من جوه لبره 45. وعندك 4 سنتي قدام وسنتي، يعني انت هتجيب ايه 50 سنتي. 45 اهي عشان في احنا هنعمل سقوط تاني. 4 في سنتي يعني هيبقى 50. 50 والصافي هيبقى 45. هنا هيبقى كام؟ هنا 47. لا احنا هنخليها 46 ونص. واربعة من هنا واربعة من هنا، 4 تانيات، 4 شمال و4 يمين. اهو انا عامل السقف اهوت. الصافي هيبقى 45. من الجنب للجنب 66 ونص. 66 ونص، بلاش 67، لا 66 ونص. من قدام لورا 45. من قدام لورا 45. يبقى مقاسه 45 في 66
و60 ونص، ده الصافي بتاعه. فانا فتحت برضو فتح عشان المدخنة النار او الصهد يطلع منين، من الحتة ايه المدخنة اللي في البوتاجاز. ما ينفعش اقفلها الشواية هتطفي معاك. يبقى انا كتمت وحبست السخونية كلها، لازم يكون ليها نفس. انا تاني 4 سنتي من هنا و4 سنتي من هنا اهو، وادي ال4 سنتي النزول في سنتي جوه. بخرمها طبعا بره 4 خرام اهوت، 6 خرام للسقف، 3 قدام و3 ورا، وخرمين في الجناب يمين اهو، وخرمين في الجناب الشمال. اخرمها بره تبقى سهلة معايا في التركيب، عشان بخرم بالشنيور. انا بخرم ايه في السقف ايه او في الجناب في صاجة واحدة مش في صاجتين. ادي الصوت اهوت للشواية. النار الشواية ما بتطلع على الصهد دوت كده على الساتر ده او الستارة ديت بترجع لورا. اهوس طالما المقاس صح فمحكومة. بكلوة ايدي كده بدق، مش بشاكوش، بدق بس كده بايديا، بتخش مستريح. طالما المقاس ايه مظبوط والتانية مظبوطة تخش اهو. بتبع انا بقى كده بشاكوش او بايديا. ادي المسامير اهيت. اول حاجة هنثبتها المسامير اللي في السقف. نتبع السقف القديم على السقف الجديد. طبعا انا خرمت وهثبت السقف القديم الاول اهو. ادي مسمار هنا اهو، وادي التاني اهو، وادي التالت. 6 مسامير في السقف الجديد والقديم مع بعض. انا بوريكم اهو، انا عامله مسمار بصامولة. انا عامله مسمار بصامولة طالما انا حلل الوش قدامي كل حاجة، فالمتاح معاه بسن صاج مفيش مشكلة. بس انا عشان نحلل البوتاجاز بديله مسمار بصامولة. وفي ناس بتقول لي برشام، ماشي مفيش مشكلة، اهم حاجة اللي في الجناب. طبعا انا بشوف عيار مقاس الفونيا. الغاز الطبيعي معروف عياره. اللي تحت ممكن نديها 1.5 أو 71%. فوق هتديها 31. اهو عشان ما تبقاش زيادة عن اللزوم وتاكل السقف على طول، لأن الشواية دي مش بتسوي. الشواية دي بتحمر الوش. تمام. الشواية دي نظامها بتحمر الوش. لكن تعلي الفرن لأن الفرن بإيه بيسوي الأكل، فبيغيب شوية. لكن الشواية ما بتلحقش تغيب. الشواية دوبك بتحمر وش. ادي عملنا عازل بتاعه اهوت، عازل جديد، عازل حراري. وهنبتدي بقى ايه، هنركب الباب اهوت. اسهل طريقة لتركيب الباب اهو. خدوا بس بالكم من ايه، بركب الشنكة الكبير اللي فوق. تمام. ماليش دعوة بالصغير دلوقتي. وبصدر رجليا تحت خالص كده اهو اهو، بورفع وبزق الباب اللي جوه. اهم حاجة بقى الشنكة الصغير ده بقى فكرة بص سهلة جدا اهو. راكب. هاجي برضو الناحية التانية الشنكة الكبير راكب. الشنكة الصغير بركبه بصبعي كده اهوت اهو. اهم حاجة تبقى فاتح الباب على الاخر. كل ما تفتح الباب يكون سهل معاك. ادي راكب اهو بكل سهولة اهو. واللي عايز توضيح اكتر يكتب لي على الواتس، ان شاء الله انا ابعت له فيديو موضح اكتر من كده برضو. ادي الشاسيه اهو ركبته. طبعا طلعت الصدى اللي فيه وصنفرته وخليته 100 100 اهو. ادي البوتاجاز بعد ما خلصناه. تمام. في حاجة تانية برضه هعملها لكم، حاجة جديدة برضه. اللي عنده اي بوتاجاز ممكن ينفذها عادي. هنشيل طبعا العيون ديت. طبعا الناس عايزة تحافظ على البوتاجاز بقى، هو لسه جديد. هنجيب ورق ألمونيا الفويل ده وتحطه ايه على البوتاجاز. فهنا برضو الطريقة ليه طريقة برضو. الناس بتخرم ورق الألمونيا وبتسيب الحتة اللي قطعتها ديت بتقع جوه البوتاجاز. ده غلط برضو، ده غلط. بتقع الفونيا، بتسد الفونيا، بتدخن لو أنبوبة
لو غاز طبيعي مرة مع مرة هتضرب لتحت. لازم الحتة اللي تقطعها لازم تشيلها. انا بخرم خرم كده من النص، وبعد كده ايه اهو بقطعها، وبعد كده بركبها تاني. وده الألمونيا طبعا ده المحمل، عشان الخفيف فيبقى زي قلته. اديني خرمت الخمسة هما، وبشيل اصلا الحتت اللي احنا قطعناها دي. ده كل ده ورق الألمونيا فين؟ فوق الوش. بتركب كده، وادي العيون كده اهو كده تمام. لا، انا هشيلها. ورق الألمونيا مركبش هنا، ورق الألمونيا هركبه من تحت. ازاي ابو مرن من تحت؟ هتشوفه دلوقتي. انا جددت تحت خلاص، فانا احط ورق الألمونيا دوت على الشاسيه من فوق كده اهو. اي حاجه بقى تقع من الوش هحافظ انا بقى ايه على الألمونيا والعازل والمواسير، على كله هحافظ على البوتاجاز كله من تحت. ودي سهله وتتشال كل فتره. لما تيجي تشيلها كل فتره هتلاقي كل حاجه وقعت عليها، وتلاقي تحت نضيف اهو تمام. اهو ده زي ساتر كده عليها من تحت، زي جراب زي كفر، وحافظ على الحاجة اللي تحت. واركب العيون تاني اهي. ادي البوتاجاز راجع على الجديد تاني، بسم الله ما شاء الله. وياريت اللي عجبه الفيديو يكتب لي تعليق كويس كده ويشجعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.